عارف إن في مواقف كتير كلمة شكرا فيها ممكن تديك هيبة وكاريزما أكتر من كلمة آسف؟ لأن كل مرة بتعتذر فيها من غير سبب، أنت من غير ما تقصد بتبعت رسالة للي قدامك بتقول فيها أنا المشكلة. ومع الوقت الرسالة دي ممكن تقلل ثقتك بنفسك وتطفي جزء من هيبتك وكاريزمتك. لكن خد بالك، أنا مش بقولك ما تعتذرش، بالعكس، لو غلطت اعتذر وفورا، لأن الاعتذار وقتها دليل قوة واحترام. لكن ما تعتذرش عن حاجات انت مش غلطان فيها. مثلا اتأخرت بسبب ظرف خارج عن ارادتك، ما تقولش آسف اني اتأخرت، قول شكرا على انتظارك. سألت سؤال عشان تتعلم، ما تقولش آسف على كثرة الأسئلة، قول شكرا على توضيحك. حد وافق يسمعك ويساعدك، ما تقولش آسف اني خدت من وقتك، قول شكرا على وقتك. وحتى لما حد يعمل معاك حاجة كويسة، ما تقولش آسف اني تعبتك، قول شكرا على مجهودك. شايف الفرق؟ كلمة آسف لما تكون في غير مكانها بتحطك في موقف دفاع وكأنك مطالب تبرر وجودك، أما كلمة شكرا فبتخلي كلامك فيه تقدير وثقة. وده الفرق بين شخص هيبته ثابتة وشخص بيعتذر عن حاجات مش محتاجة اعتذار. افتكر القاعدة دي، لو أخطأت اعتذر، ولو ما أخطأتش ما تعتذرش عن وجودك، أشكر، لأن كلمة صغيرة زي شكرا ممكن تغير طريقة الناس اللي بتشوفك بيها والطريقة اللي انت بتشوفها.